فيديو النهاردة بيتكلم عن أفضل أفلام ديزني في التاريخ، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة ماوي، وما تنساش تكتب لنا في كومنت إيه أكتر فيلم عجبك. وبيبدأ الفيلم بست عجوزة وهي بتحكي للأطفال قصة بطل أسطوري، وبتعرفهم إن العالم زمان كان محيط بس لحد ما ظهرت الجزيرة الأم واللي بيكون اسمها تافيتي، وبدأت إنها تنشر الحياة في العالم كله لحد لما بيظهر البطل الأسطوري واللي بيكون بيقدر يحول نفسه لأي شكل هو عاوزه، وبيقدر يعمل كده بسبب الخطاف السحري اللي معاه، وبيسرق ماوي قلب تافيتي وبالتالي المكان بيتملي بالظلام، وبياخد ماوي القلب وبيروح يحارب شيطان الجحيم واللي بيكون اسمه تيكاي، ولكن بيتهزم، ومن ساعتها ماوي بيختفي هو والخطاف والقلب. وبنرجع للست العجوزة اللي بتقول لهم ان قوى الشر لسه موجودة وهتفضل لحد ما تخلص علينا كلنا. كل الاطفال بتعيط ما عدا الطفلة دي واللي بتكون اسمها موانا، وبتكمل الست كلامها وبتقول ان في شخص واحد بس هيقدر يرجع قلب تافيتي من تاني، والشخص ده المحيط اللي هيختاره. وبيدخل والد موانا اللي بالمناسبة بيكون قائد القبيلة، وبيقول لهم محدش هيسيب الجزيرة، احنا هنا عايشين كويس وفي امان. وبتسيبهم موانا يتخانقوا مع بعض وبتروح هي ناحية البحر. ساعتها بتشوف سلحفة صغيرة مش عارفة تنزل البحر بسبب الطيور اللي حواليها، فبتحمي موانا السلحفة لحد لما بتنزلها للمية، وبتفضل تجمع قواقع من البحر اللي بيفتح لها الطريق تقف جواه. وبيفضل المحيط يلعب معاها وبيديلها قلب تافيتي، ولكن والدها بينده عليها، فالمحيط بياخد منها القلب وبيرجعها تاني للشط، وبيزعق لها والدها وبيقولها اوعي تقربي من المحيط تاني. وبيحاول والدها على قد ما يقدر يحببها في الجزيرة، ولكن ده ما بيحصلش لان موانا كان كل تفكيرها في المحيط. بتعدي السنين وبتكبر موانا، وبياخدها بابا لمكان الزعماء وبيقول لها كل زعيم ليه حجرة من دول، وفي يوم هتحط الحجرة بتاعتك وهترفعي من الجزيرة بتاعتنا. وزي ما تقول كده موانا اقتنعت حبتين وبدأت تساعد اهل الجزيرة في كل حاجة. وفي يوم اهل الجزيرة بيشتكوا ان محصول جوز الهند كله بايظ، فبتقول لهم موانا هنقطع الاشجار المريضة وهنزرع شجر من جديد، ولكن بيبقى فيه مشكلة تاني وهي ان السمك قل حوالين الجزيرة وكأنه اختفى. فبتقول لهم موانا طب ما نصطاد بعد الشعب المرجانية، ولكن والدها بيتعصب عليها وبيقول لها كده هنعرض شعبنا للخطر ومحدش في الجزيرة دي هيعدي الشعب المرجانية. بتزعل موانا جدا من اللي حصل، وبتروح لها مامتها وبتعرفها ليه والدها مش عايز حد يعدي الشعب المرجانية، لان زمان ركب هو واعز اصحابه المركب بالليل وبيعدوا الشعب المرجانية، وساعتها العاصفة بتشد والموج بيبقى زي الجبال، وباباكي خسر اعز اصحابه. وبتقول لها مش كل اللي هنعوزه هنعرف نعمله، وبتسيبها وبتمشي. ولكن حب موانا للمحيط كان اكبر من كل الكلام ده، فبتاخد الخنزير والمركب وبتروح للمحيط. وهي بقى في وسط المحيط بتفتكر انها ما بتعرفش تبحر، عشان كده المركب بتقلب بيها ورجليها بتتحشر في الصخور، ولكن في الاخر بتقدر تلحق نفسها. ولما بتطلع من المية بتقابل جدتها بتحاول تداري اللي حصل، ولكن جدتها برضو بتعرف، فبتقول لها موانا والدي كان عنده حق، احنا ما ينفعش نعدي الشعب المرجانية. وبتسأل موانا جدتها عن البحارة بتوع الجزيرة زمان، فبتاخدها جدتها الكهف مهجور وبتقول لها جوه هتلاقي اجابات عن كل اسئلتك. وفعلا موانا بتدخل جوه الكهف وبتنبهر جدا لما بتلاقي مراكب كتير، لحد لما بتشوف المركب ده بتروح له وبتدق الطبول زي ما جدتها قالت لها، وفجأة النار بتنور المكان كله، وبتسمع موانا صوت غريب واللي بيبدأ يغني وبيعرفها انهم زمان كانوا بحارة ودايما كانوا بيمشوا ورا النجوم. وبتفرح موانا جدا لما بتعرف ان هم كانوا بحارة. بتطلع لجدتها وبتقول لها ايه اللي حصل بعد كده، فبتقول لها ماوي بعد ما سرق قلب تافيتي تيكاي والوحوش مالوا المحيط، ومن ساعتها منعوا الابحار علشان يحموا شعبهم، وفضل الشر والظلام يدمر كل الجزر لحد ما هيجي الشخص اللي هينقذنا من كل ده. بتديلها قلب تافيتي وبتقول لها المحيط اختارك يا موانا، وفعلا المحيط بيختارها، وبتقول لها اجدادنا قالوا ان ماوي ساكن ناحية النجوم دي. ساعتها اهل الجزيرة بيشتكوا ان المحاصيل بتبوظ وان مفيش سمك حوالين الجزيرة، فبتروح لهم موانا جري وبتقول لهم احنا ممكن ننقذ الجزيرة، انا شفت المراكب اللي في الكهف، احنا هناخدهم ونلاقي ماوي ونخليه يرجع القلب. بيتضايق والدها جدا وبياخد النار وبيقول لها كنت لازم احرق المراكب دي من زمان، وبياخد القلب وبيقول لها ده مجرد حجر وبيرميه. موانا بتجري ورا القلب. ساعتها بيجي واحد من اهل الجزيرة وبيقول له الحق والدتك. بيروحوا لها جري وبيلاقوها بتودع. بتمسك موانا وبتقول لها روح الماوي وخليه يرجع القلب، وبتحط لها القلب في القلادة بتاعتها. بتودعها وموانا بتروح تلم شوية
شويه اكل. امها بتشوفها ولكن بتساعدها، بتودعها، وموانا بتروح تاخد مركب من المراكب اللي في الكهف وبتنزل بيه للبحر، وروح جدتها بتبقى معاها. بيجي الصبح وبتكتشف موانا انها خدت الديك ده معاها، والديك بيفضل يصرخ اول لما بيشوف المحيط، بينط في الميه، ولكن موانا بتجيبه وبتحبسه في المكان ده. ولان موانا اساسا ما بتعرفش تبحر فالموضوع بيبقى صعب عليها حبتين. بتنام ولكن المحيط بيصحيها لانها بتكون ماشيه غلط. بتيجي تعدل نفسها ولكن المركب بتقلب بيها، وبتيجي عاصفه كبيره وبتغرقها. بتصحى موانا على جزيره مهجوره، وبتروح للمحيط وبتقول له هي دي المساعده، انك تغرقني وتجيبني الجزيره دي وكمان تكسر المركب بتاعي. ما بيردش عليها، ولكن موانا بتشوف رسومات الخطاف بتاع ماوي، بتسمع صوته فبتستخبى بسرعه، ولكن بيلاقيها وبيفتكرها معجبه من معجبينه، وبيمضيلها على المجداف اللي معاها، ولكن بتمسكه من ودانه وبتقول له هتيجي معايا عشان نرجع قلب تافيتي، مفهوم؟ ولكن بيفضل يغني وبيحكي لها كل انجازاته وكل الحاجات اللي عملها، وبيفضل يلهي فيها لحد لما بيحبسها في الكهف ده، وبياخد الديك معاه علشان ياكله في الطريق. وبتعرف موانا تخرج من الكهف وبتلحق ماوي قبل ما ياخد المركب ويمشي، بيرميها في البحر ولكن المحيط بيرجعها تاني. وبتلاحظ موانا انه خايف من القلب، فبيقول لها ده مش قلب، ده لعنه بتموت كل اللي يقرب منها. وبيظهر مره واحده قراصنه ولكن بيبقوا عباره عن جوز هند، وبيكتشف ماوي ان موانا ما بتعرفش تبحر، فبياخدها جري بالمركب، ولكن القراصنه بيقدروا يمسكوا المركب وبينزلوا عليه وبيحاولوا ياخدوا قلب تافيتي، ولكن الديك بياكل القلب، فالقراصنه بياخدوا الديك وبيرجعوا تاني لمركبهم. فبتروح موانا تحارب القراصنه لوحدها وبتاخد الديك وبترجع تاني للمركب، وبيقدروا يهربوا على اخر لحظه. وبتفرح موانا جدا بسبب اللي عملته، وبيقول لها ماوي بصراحه ابهرتيني، ولكن برضو مش هرجع البتاع ده لان الطريق لهناك مليان مشاكل، واول مشكله هي تيكاي واللي هو شيطان الجحيم. وبتلاحظ موانا ان في وشم عند ماوي والناس بتحييه، فبتقول له ايه رايك ترجع بطل تاني؟ فبيقول لها انا اساسا بطل. فبتقول له كنت، ولكن دلوقتي انت مجرد الحرامي اللي سرق قلب تافيتي، ولكن اول لما ترجع القلب هتبقى بطل وهترجع اسطوره من تاني. فبيقول لها مش هعرف اهزم تيكاي من غير خطافي. فبتقول له خلاص نرجع خطافك وبعد كده ننقذ العالم. بيتفقوا، وبتنبهر موانا من مهاره ماوي في الابحار، فبتطلب منه يعلمها ولكن بيرفض. فالمحيط بيخدره، فبيضطر ماوي يعلمها كل حاجه عن الابحار لحد لما بيوصلوا للجزيره، ولكن بتنصدم موانا لان الجزيره دي هي جزيرتها، وبتشوف اهلها وهم بيختفوا وسط الظلام. بتصحى وبيقول لها ماوي وصلنا، فبتقول له هو ده المكان؟ فبيقول لها لا، ده مجرد المدخل بتاع عالم الوحوش. فبتنصدم موانا من اللي بتسمعه وبتقول له احنا هندخل عالم الوحوش؟ فبيقول لها هدخل عالم الوحوش، انت هتفضلي هنا مع الديك. ولكن ما بتسمعش كلامه وبتطلع معاه، وبتنصدم موانا لما بتلاقيش حاجه، فبينفخ ماوي في الجبل علشان يشيل التراب اللي عليه، وساعتها بيبان المدخل، وبيبدا ماوي يعمل طقوس معينه لحد لما المدخل بيفتح، بينط جواه وموانا بتنط وراه، وبيفضلوا في البوابه السحريه لحد لما بيدخلوا عالم الوحوش. وبتفضل موانا تجري من الحاجات المخيفه اللي بتشوفها لحد لما بتدخل جوه كهف وبتشوف خطاف ماوي. ساعتها ماوي بيظهر وبيلبسها حاجات بتلمع علشان تلهي كائن معين، فبتقول له ايه الهبل ده؟ طب ما روح هناك واخده. فبيقول لها لو روحتي هيخلص عليكي، لما يظهر حاولي تشغليه او تخليه يتكلم عن نفسه. ومره واحده بيظهر كائن مخيف واللي بيبقى مستر سلطع بس على اكبر حبتين، وبيحاول ياخد القلاده من موانا، ولكن بتقول له دي بتاعت جدتي. فبيقول لها انا اكلت جدتي في اسبوع. فبتقول له موانا احكي لي عن نفسك شويه علشان ماوي يعرف ياخد الخطاف. وبيفضل سلطع يحكي عن نفسه ولكن على شكل اغنيه، وبيكون خلاص هياكل موانا، ولكن ماوي بيكون خد الخطاف بتاعه ولكن ما بيعرفش يتحكم فيه، فبيفضل سلطع يضربه وبياخد منه الخطاف وبيرجعه مكانه، وبيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن موانا بتطلع قلب تافيتي وبترميه بعيد علشان تلهي سلطع، وبتاخد الخطاف وبتهرب هي وماوي. فبيقول لها ماوي طب والقلب؟ فبتقول له اللي معاه دي قوقعه، القلب اهو. وفعلا بيقدروا يرجعوا تاني للمركب، ولكن بتنصدم لما بتشوف ماوي بالشكل ده، وبيشكرها ماوي علشان انقذت حياته، وبيقول لها انا ما قدرتش اهزم الكابوريا دي، يبقى ازاي ههزم تيكاي؟ ولكن موانا بتشجعه وبيفضل يتدرب لحد لما بيزهق. فبتساله موانا هو الوشم ده ظهر ازاي؟ فبيقول لها الوشم بيظهر لما انا بستحقه، وده ظهر لما انا اكتشفت ملكيش. فبتقول له يعني ايه ملكيش؟ فبيقول لها ملكيش دعوه. بتفضل تزن عليه لحد لما بيتعصب عليها، فبتقول له انت فعلا كان عندك حق،
انا فاشله ومعرفش المحيط اختارني ليه. فبيقول لها انا ما كنتش اسطوره طول حياتي، وانا صغير اهلي ما كانوش عاوزيني معاهم، رموني في المحيط وكاني ولا حاجه، ولكن ساعتها المحيط طلعني واداني الخطاف، ومن ساعتها وانا بقيت ماوي ورجعت للناس من تاني، وبقى في جزر ونار وجوز هند وكل اللي كانوا محتاجينه، حتى قلب تفيتي خدته علشانهم، وكل ده علشان يحبوني بس. ولكن ما ظنش ان كل ده كان كفايه، فبتروح لموانا علشان تشجعه، وفعلا ماوي بيرجع يتدرب تاني لحد لما بيقدر يتحول لاي حيوان هو عاوزه، وبيرجع ماوي تاني لقوته، وبيبداوا طريقهم لجزيره تفيتي، وبتتعلم موانا الابحار، وبيقول لها ماوي دلوقتي انا فهمت ليه المحيط اختارك، لانه ما كانش هيلاقي حد احسن منك. وفعلا بيوصلوا لجزيره تفيتي، ولكن عشان يروحوا لها لازما يهزموا تيكاي الاول. بياخد ماوي منها القلب وبيتحول لنسر وبيهجم على تيكاي، ولكن بيضربه وبيوقعه في المحيط، فبيتحول ماوي لسمكه وبيرجع تاني لموانا، وبيقول لها احنا لازم نرجع بسرعه، ولكن موانا بتبقى عاوزه تعدي من الناحيه التانيه، ولكن تيكاي بيضربهم وبيكسر خطاف ماوي، وبيقول لها ماوي قلت لك ارجعي بالمركب، فبتقول له كنت فاكره اننا هننجح، وبتقول له ما تخافش هنقدر نصلح الخطاف تاني، فبيقول لها الخطاف اتعمل من سنين طويله ومش هينفع نصلحه، فبتقول له تيكاي بيخاف من البحر، هنرجع تاني وهنلاقي حل، فبيقول لها انا مش هرجع تاني، الخطاف مشروخ ولو خد ضربه كمان هتبقى النهايه، وانا من غير خطافي ولا حاجه. بيديلها القلب وبيسيبها وبيمشي، وبتقول موانا للمحيط انا مش الشخص المناسب، وبتترجاه يختار حد تاني وبترجع له القلب، وبتفضل موانا تعيط لحد لما بتيجي روح جدتها، واول لما بتشوفها بتحضنها وبتقول لها انا فعلا حاولت ولكن فشلت وما قدرتش ارجع القلب، فبتقول لها دي مش غلطتك انت ابدا، وبيفضلوا يغنوا وارواح اجدادها بيملوا المكان، وبتنط موانا في المحيط لحد لما بتجيب القلب، وبتطلع تاني وبتصلح المركب، وبترجع تاني لتيكاي، ولانها في الميه ما بيقدرش يعمل لها حاجه، بتعمل نفسها رايحه للنفق ده، ولكن بتلف وبتروح من النفق التاني، وفعلا بتعدي، ولكن تيكاي ما بيسيبهاش وبيقلب لها المركب، وبيكون هيخلص عليها، ولكن بيجي ماوي وبيقطع له ايده، وبتقول له موانا طب والخطاف هي ضربه واحده وهينتهي كل حاجه، فبيقول لها لما تيكاي يمسكني الاول، بيعدل لها المركب وبيروح قدام تيكاي وبيتحول لحوت وبيغرقه بالميه. ساعتها بتوصل موانا للجزيره، وتيكاي بيكون هيحدفها بالنار، ولكن ماوي بيضحي بنفسه وبيهجم عليه، والخطاف بتاع ماوي بيتكسر، وبتنصدم موانا لما بتلاقيش الجزيره مكانها، بتركز شويه وبتلاقي مكان القلب في تيكاي، بتنزل وبتطلب من المحيط يفتح لها الطريق، وفعلا بيفتح لها الطريق، وبيفضلوا هما الاتنين يقربوا من بعض لحد لما تيكاي بيهدى، وموانا بتحط القلب مكانه، وبترجع تفيتي تاني لشكلها، وبتبدأ ترجع للجزيرة شكلها من تاني، وبتتأسف موانا لماوي علشان خطافه اتكسر، فبيقول لها بخطاف او من غير فانا ماوي، وبترفعهم تفيتي لفوق، وبيعتذر لها ماوي علشان اللي عمله معاها، فبتديله خطاف تاني بدل اللي اتكسر، وساعتها بيكون في منتهى الفرحة، وبتشكر موانا على كل اللي عملته، وبتديلها مركب هدية، وبترجع تفيتي تاني لشكلها، وبتقول موانا لماوي هترجع معايا علشان احنا عاوزين بحارة شاطر، فبيقول لها طب ما انت موجودة، وبيوريها الوشم اللي طلع جديد، بتحضنه موانا وبتودعه، وبترجع لأهلها من تاني، وبيفرح بيها كل سكان الجزيرة اللي بيرجعوا تاني للسفن والمحيط بسبب موانا. بما ان ديزني كملت ال100 سنة، فقررت انها تعمل انسايد اوت الجزء الثاني. وفي البداية احب اعرفك على رايلي بعد ما كبرت وبقت في الثانوية، وبيكون جوه رايلي 5 مشاعر بيساعدوها في حاجات كتير، زي مثلا فرح وحزن وغضب وخوف واشمئزاز، ودول هما اللي بيتحكموا في حياة رايلي من كل النواحي. وبتكون رايلي بتلعب مباراة هوكي ولكن بتكون خسرانة، فبتاخد راحة 5 دقايق عشان تجمع افكارها، وفرح بتفكرها انها شخص مميز وانها خلاص كبرت وبقت مراهقة، وبتوري فرح لباقي مشاعر جزيرة الصداقة اللي ظهرت بعد ما رايلي اتعرفت على اصحابها جريس وبري، وهم بيتكلموا بتظهر حاجة غريبة، وبتكون دي شخصية رايلي اللي بتخليها تاخد القرارات الكويسة. وبترجع رايلي تاني للمباراة، وبيكون فريقها اتعادل وما بيكونش فاضل غير هجمة واحدة. فرح بتشجعها وبتقول لها تقدري تعمليها يا رايلي، وفعلا رايلي بتعدي من كل الفريق وبتجيب هدف الفوز. الكل بيفرح، وباباها ومامتها بيكونوا في منتهى الفخر بيها. بتخرج رايلي واصحابها من الملعب، وبتوقفهم مدربة المدرسة الثانوية وبتقول لهم بجد عاش عليكم، الهجمة الأخيرة كانت خرافة، لو حبيتوا تيجوا المعسكر بتاع المدرسة الثانوية أنا ما عنديش مانع. طبعا ال3 من الفرحة بيتجمدوا مكانهم، وفرح بتقول لباقي المشاعر احنا لو أبهرنا المدربة هنلعب في الفريق الأساسي. بتروح رايلي للبيت وأهلها بيفضلوا يشجعوها للمعسكر، ولكن رايلي بتفكر لو مثلا راحت المعسكر ولعبت وحش، ولكن أهلها بيهدوها وبيسيبوها عشان تنام. وفرح بتاخد الفكرة اللي رايلي فكرت فيها وتوديها للذكريات المنفية، وبتروح كل المشاعر
المشاعر عشان تنفي الذكريات الوحشه والمحرجه، زي مره نسيت اسم صاحبتها، ومره سلمت على حد كان بيسلم على حد تاني غيرها. المهم ان فرح بتنفي كل الذكريات دي، وبيروحوا كلهم علشان يناموا، ولكن حزن بتقول لفرح ممكن اجي معاكي، وفعلا بينزلوا لحبال الذكريات، وفرح بتحط ذكرى جميله في الميه وبتتحول لحبل الذكريات، وكل الحبال دي هي اللي كونت شخصيه رايلي. وبنشوف المشاعر وهم نايمين، ولكن بيصحوا على صوت خبط جاي من بره، فبيروحوا كلهم يشوفوا فيه ايه، ومره واحده الانذار بيشتغل والعمال بيجوا وبيجهزوا في المكان. بتحاول فرح تفهم اي حاجه ولكن محدش بيرد عليها. رايلي مامتها بتصحيها عشان ما تتاخرش على المعسكر، والغضب بيدوس على زرار واحد، ورايلي بتفضل تزعق، والغضب بيقول لهم هما العمال عملوا ايه في الزراير ده، انا مجرد دوست على زرار واحد بس. وبتلاحظ رايلي ان ريحتها وحشه، والاشمئزاز بتدوس على زرار واحد برضه، ورايلي بتفضل تقول انا مش مستعده اروح للمعسكر ولا مستعده اروح في اي حته اصلا. المشاعر بتاعت مامتها بتعرف ان رايلي بقت في مرحله المراهقه، فمامتها بتحاول تفهمها الموضوع، وفرح بتلمس الزراير من بعيد، فرايلي بتزعق لمامتها وبتسيبها وبتمشي، وده معناه ان المشاعر مش عارفه تتحكم في تصرفات رايلي اللي بقت اوفر حبتين. فبتقرر فرح ان محدش هيجي جنب الزراير ولا هيلمسها، وبتكون رايلي واصحابها في طريقهم للمعسكر، وبنعرف ان رايلي متحمسه تقابل اورتيز قائده الفريق، وبتقول رايلي لاصحابها احنا لازم نلعب كويس عشان المدربه تخلينا في الفريق الاساسي. وبيبان على اصحابها انهم مخبين حاجه لحد ما جريس بتجيب اخرها وبتقول لها احنا هنبقى في مدرسه تانية. رايلي بتنصدم وبتقول لهم عادي مفيش مشكله، ومشاعرها بتكون في منتهى الحزن، ولكن اصحابها بيحاولوا يهونوا عليها، ولكن رايلي بتكون حزينه جدا. وفعلا بيوصلوا للمدرسه الثانويه، ورايلي بتنصدم من شكل الطلاب، وبتكون في طريقها لاصحابها ولكن بتخبط في اورتيز وبتقع في الارض. فرح بتقول لهم اتعاملوا عادي، وبتكون اورتيز لسه هتعرف نفسها، ولكن رايلي بتقول لها انت صاحبه اعلى رقم تهديف في التاريخ وقائده فريق الناشئين في الثانويه. وفرح بتلاحظ ان الزراير لونها برتقالي. الكل بيقول مش انا، لحد ما بيوصلوا لمشاعر غريبه كلهم بيخافوا منها، ولكن بتهديهم وبتقول لهم انا القلق، واحده من مشاعر رايلي الجديده، واحنا مبسوطين جدا ان احنا هنقعد معاكم. فبتقول لها اشمئزاز انتم مين؟ فبتطلع مشاعر جديده وبتقول لهم انا الحسد، وبتعجب بشعر اشمئزاز جدا، وكمان بتعجب بشعر اورتيز، وده بيخلي رايلي تمد ايديها ناحيه شعرها. ومره واحده بتيجي مشاعر وبتدوس على الزراير وبتقول لهم القلق ده اسمه الاحراج، ما بيعرفش يتكلم مع حد خالص بس هو لطيف. بتروح فرح تسلم عليه ولكن بيتلخبط وبيحس بالاحراج، وبتقول اورتيز لرايلي ايه رايك تيجي معايا نشوف باقي الفريق؟ فرايلي بترد عليها كانها مش مهتمه، فبيسالهم الغضب هي ليه رايلي بتتكلم كده، فبتعرفوا القلق على المشاعر الجديده اللي بيكون اسمها الملل او اللامبالاه، والخوف بيقول لها انت ازاي بتتحكمي في رايلي وانت اصلا ما بتلمسيش الزراير؟ فبتقول له علشان بتحكم فيها من على تليفوني. وبكده المشاعر الجديده هي قلق وحسد واحراج وملل، ودي المشاعر اللي بتبقى في مرحله المراهقه او بالمعنى الاخص الفتره اللي فيها رايلي. وما تنساش تقول لي ايه اكتر شخصيه حبيتها. انا عن نفسي حبيت مشاعر الحسد جدا. المهم رايلي بتقرر تروح مع اورتيز بدل ما تروح لاصحابها، واللي بتكون عملت كده هي القلق. فبتقول لها فرح انت عملت كده ليه؟ فبتقول لها انا بخطط للمستقبل عشان ما نخسرش الاصحاب اللي في الثانويه وتبقى رايلي لوحدها في المدرسه وملهاش صحاب. وفرح بتقول لها ان كل ده افتراضات مش اكتر، والكلام ده عمره ما هيحصل. ومره واحده بتدخل عليهم مشاعر جديده، وبنعرف ان دي مشاعر الحنين الى الماضي، ولكن القلق بتقول لها مش وقتك خالص، ان شاء الله هكلم المسؤولين علشان اضيفك في التحديثات الجديده. وبتخرجها بره وبتقفل الباب، وبتعرف اورتيز رايلي على باقي الفريق، وبتعرض عليها تقعد معاهم شويه، ولكن رايلي بتقول لها ماشي بس هجيب صحابي معايا. وفعلا رايلي بتجيب صحابها وبيكونوا في منتهى السعاده، ولكن المدربه بتدخل والكل بيشيل التليفونات ما عدا رايلي واصحابها اللي بيفضلوا يلعبوا ويهزروا، لحد ما المدربه بتزعق لهم، وبسبب اللي حصل بتقرر تاخد من الكل التليفونات. طبعا الكل بيكون كاره وجود رايلي واصحابها، ولكن جريس بتهزر مع رايلي فبيضحكوا هما الثلاثه. فالمدربه بتسمعهم وبتقول لهم انتوا شايفين ان الموضوع مضحك؟ طب يلا كلكم على التدريب. الكل بيقول لهم كفايه بقى اللي بتعملوه، وبتحس فرح انها بوظت كل حاجه. وفعلا كلهم بيروحوا على التدريب، والمدربه بتزعق لرايلي لانها بطيئه وبتديهم 5 دقايق راحه. رايلي بتطلع من الملعب وبتسمع الفريق وهم بيتكلموا وبيقولوا المدربه استحاله تختار رايلي، والكل بيتريق عليها ما عدا اورتيز اللي بتدافع عنها، وبتقول لهم طب ما انتوا اول ما جيتوا كنتوا اسوأ من كده. طبعا الكلام ده كله رايلي بتكون سامعاه، والاحراج بينام على الزراير، والحزن بتقول لفرح هنعمل ايه دلوقتي؟ ولكن القلق بتقول لهم انا عندي فكره، لو قدرنا نكسب اورتيز في صفنا كله هيبقى تمام. وفعلا رايلي بتروح لاورتيز وبتقول لها انا اسفه جدا على كل اللي حصل، صدقيني انا ما كنتش اقصد اني اعمل كل ده، انت مثلي الاعلى ومش عاوزك تتضايقي مني. فبتقول لها اورتيز مفيش حاجه حصلت لكل ده، المدربه كانت قاسيه عليكي حبتين
كلمتين علشان شايفها فيكي حاجه مميزه. وبتاخد رايلي وبيمشوا، والكل بيسقف للقلق ما عدا فرح اللي ما بيعجبهاش موضوع النفاق، وبتقول لها عاش اوعي بقى عشان ارجع لمكاني. ولكن القلق بتقول لها انا لسه ما خلصتش خطتي. وبتروح رايلي وباقي الفريق للتدريب، والمدربه بتقسمهم لفريقين عشان يلعبوا ضد بعض. واصحاب رايلي بيقولوا لها يلا نخسرهم احنا المره دي مع بعض. ولكن القلق بتقول لها احنا لازم نخطط للمستقبل. ولكن رايلي بتفضل واقفه مكانها ما بتتحركش. فبتقول لها فرح ما ينفعش تروح مع الفريق التاني لانها وعدت صحابها يفضلوا سوا على طول. والقلق بتقول لها فعلا عندك حق، وبتروح تشيل شخصيه رايلي. ولكن فرح بتزعق لها وبترجعها مكانها. فالقلق بتاخد الشخصيه وبتنفيها لارض الذكريات. وفعلا رايلي بتروح لفريقها التاني، واصحابها بيفضلوا باصين عليها وهم زعلانين. فبتروح فرح تزعق للقلق وبتقول لها دي مش رايلي الحقيقيه. فبتقول لها القلق بجد كان نفسي اشتغل معاكم. والاحراج بيمسكهم وبيحطهم جوه ازازه. وبتقول لهم القلق رايلي حياتها بقت معقده فمش محتاجاكم في حاجه، وبتوديهم لسجن الذكريات. وبتنزل القلق للافكار وبيكون معاها اول ذكرى للقلق، وبتحطها في الميه وبيتولد اول حبل للقلق. وبنرجع للمشاعر اللي البوليس خدهم للسجن، وهناك بيقابلوا بلوفي شخصيه كرتونيه رايلي كانت بتحبها. فبتطلب منه فرح يخرجهم بره الازازه. ولكن الشخصيه الكرتونيه بتطلع شبه دوري وبتفضل تقول اين الزجاجه، لحد ما الغضب بيقول له فوق انت بتتكلم مع مين. لكن بتظهر شخصيه جديده اسمها سلاش باز، وبتكون اشمئزاز معجبه بيه جدا. وبيظهر شخصيه جديده وبيقول لهم بلوفي ان ده اسرار غامضه، وبيروح يحرر فرح وباقي المشاعر. وفعلا بيقدروا يخرجوا بره السجن. وبتقرر فرح ترجع للذكريات المنفيه عشان تجيب شخصيه رايلي القديمه. وبتقول لهم ما تخافوش انا وحزن كنا هنا قبل كده وعارفين الطريق من اوله لاخره. ولكن بيلاقوا الطريق مسدود. بتحاول فرح تشجع باقي المشاعر ولكن كلهم بيكونوا في منتهى الحزن. ومره واحده رايلي بتصحى من النوم وبتستغرب المشاعر هي ليه صحيت بدري كده. وبنرجع للمقر وبنعرف ان القلق هي اللي صحتها بدري عشان تروح التدريب وتبقى احسن من الاول. وفعلا رايلي بتروح التدريب بدري جدا وبتفضل تتدرب عشان تلعب كويس في المباراه. وبكده المدربه هتختارها في الفريق الاول. وبعد شويه بتيجي اورتيز وبتستغرب لما بتشوف رايلي بتتدرب بدري كده. فبتروح لها وبتقول لها انت فعلا مميزه. وبتقول لها احنا هنخرج النهارده بالليل ايه رايك تيجي معانا. فبتقول لها طبعا جايه. وبتيجي المدربه وبيبداوا تدريب. وبنرجع للمشاعر اللي ما بيكونش قدامهم غير ان هم يرجعوا في الانبوبه دي عشان يقدروا يرجعوا للمقر. وفعلا حزن بتوافق هي اللي تروح. وبنرجع للمقر والقلق بتجمع كل الذكريات القلق وبتحطهم كلهم في الافكار. وكل ما بتزيد الحبال بتزيد سيطره القلق على رايلي. وبتكون رايلي ساعتها في المباراه وبتجيب هدف الفوز. وبيخرجوا بره وبيفضلوا باصين على الدفتر بتاع المدربه. وبتقول واحده منهم لرايلي الدفتر ده فيه كل حاجه عنك، يعني مثلا لو كانت هتخليكي في الفريق الاول ولا لا. رايلي عينيها بتلمع ولكن اورتيز بتسكتهم وبيمشوا. وبنشوف القلق وهي بتقول ايه اللي هيحصل لو احنا ما كناش في الفريق الاول. المهم بتروح رايلي مع الفريق علشان يتمشوا شويه. والمشاعر اللي في دماغها بتفضل تتحكم فيها وبتقول لها انت بتحركي ايدك كده ليه، لحد ما بتشوف الفريق وهو بيضحك. فالقلق بيخليها تضحك هي كمان. فالكل بيستغرب هي بتضحك ليه. وبنرجع لفرح وباقي المشاعر اللي ركبوا على البروكلي علشان يرجعوا يجيبوا شخصيه رايلي القديمه. ساعتها بتكون حزن في الانبوبه وبتروح للمقر مع باقي الذكريات. قبل ما حد ياخد باله منها بتجري تستخبى. وبيقعد الفريق ومعاهم رايلي وبيفضلوا يتريقوا على مغني معين. ولما بيجي الدور على رايلي القلق بتقول لها احنا لازم نجاريهم عشان نكون زيهم. وبرغم ان رايلي بتحب المغني ده جدا ولكن بتتريق عليه. والغريبه ان الطريق اللي ماشي عليه فرح بيتكسر. وبتفهم فرح ان ده حصل بسبب ان رايلي قالت حاجه من ورا قلبها. الوقت بيتاخر والفريق بيقوم. رايلي بتقول لهم رايحين فين. فبتقول لها اورتيز الوقت اتاخر جدا ولازم ننام لان بكره في مباراه مهمه واللي هيجيب هدفين المدربه هتختاره في الفريق الاول. وبيسيبوها وبيمشوا. والقلق بتاخد كل الذكريات وبتنزلهم للافكار عشان يحولوهم لحبال ذكريات. وبنشوف فرح عماله تطمن في باقي المشاعر انهم هيوصلوا ولكن هم بيفضلوا يلوموها على اللي هم فيه لحد ما فرح بتنهار وبتجيب اخرها. وبتفضل تزعق لهم وبتقول لهم دايما بعمل نفسي مبسوطه وكاني مفيش اي حاجه وده مش صح ولا واحد فيكم بيساعدني في اي حاجه ودايما بتلوموني على حاجات انا ماليش ذنب فيها. وبتفضل فرح تعيط ولكن غضب بيروح لها وبيقول لها حقك علينا ما كناش نعرف ان كل ده انت مستحملاه وزي ما انت عارفه احنا ما نعرفش نعمل اي حاجه من غيرك. وبيروحوا ياخدوا شفاط الذكريات من العمال عشان يطلعوا فوق. ولما بيطلعوا بيشوفوا نور الشخصيه القديمه بتاعت رايلي وفعلا بيبداوا طريقهم عشان يروحوا يجيبوها. ساعتها بتكتمل الشخصيه الجديده بتاعت رايلي والقلق بتستعد عشان مباراه بكره. وبيسمع الاحراج صوت خبط فبيروح عشان يشوف فيه ايه. فبيلاقي حزن بتعمل جدار بالكتب عشان ما حدش يشوفها. فبيحتار يقول لباقي المشاعر ولا لا ولكن في الاخر بيقرر يساعدها. والحزن بتبص له بصه اعجاب ها واخد بالك انت. وبتكون فرح وباقي المشاعر وصلوا لارض الخيال. وفرح بتقول لهم هتحبوا الجزيره دي جدا ولكن لما بيدخلوا بيلاقوا المكان اتغير وبتكون فيه جبال عليه كل الشخصيات اللي رايلي معجبه بيها. وبتشوف فرح حسن الخيال
خيال ولكن بيكون لونه برتقالي. واول ما بيدخلوا بيشوفوا القلق بتقول للعمال اعملوا مخيلات لرايلي وهي بتخسر في المباراه. وفعلا العمال بتفضل تعمل مخيلات وحشه جدا زي ان المدربه رفضتها وان الكل اتريق عليها. وطبعا رايلي ما بتكونش عارفه تنام فبتروح فرح مكان واحد من العمال وبترسم رايلي فازت في المباراه والكل بيحتفل بيها. فبتعرف القلق ان فرح وباقي المشاعر في ارض الخيال فبتقول لهم انا بحاول اساعد رايلي مش اكتر. فبتقول لها فرح عاوزه تساعديها يبقى لازم توقفي كل اللي بتعمليه ده دلوقتي. تفضل فرح تقنع في العمال انها ترسم حاجات ايجابيه وفعلا العمال بترسم حاجات جميله جدا وبيكسروا الاجهزه عشان رايلي تبطل تفكير وتنام. وبتجري فرح والمشاعر قبل ما الشرطه تقبض عليهم وبتقول قلق للمشاعر اللي معاها فرح مش فاهمه حاجه ومش عارفه مصلحه رايلي فين، لو بس نعرف ناخد دفتر المدربه ونعرف احنا في قائمه الفريق الاول ولا لا. وبتخلي رايلي تقوم من النوم وتروح لمكتب المدربه والحزن بتقول لفرح كل اللي بيحصل فبتقول لها حاولي توقفيهم على قد ما تقدري. فبتبص حزن على التليفون اللي مع الملل وقبل ما تفتح رايلي الدفتر بتفضل تعيط وبتسيبه. فبتستغرب القلق هي ليه سابت الدفتر فبتقول لهم الملل انا مش لاقيه تليفوني. فبيفضلوا يدوروا على الحزن لحد ما القلق بتلاقيها في اوضه النوم فبتاخد منها التليفون وبتكتفها وبتاخد رايلي الدفتر وبتفضل تقلب فيه لحد ما بتلاقي المدربه كاتبه رايلي لسه مش جاهزه. المشاعر كلها بتنصدم والقلق بتقول لهم اكيد في حل احنا محتاجين فكره علشان تغير رايها. وبتشوف فرح السما وهي بتمطر افكار لحد ما بيلاقوا فكره كبيره وبيقدروا يمسكوا فيها علشان يقدروا يرجعوا للمقر ولكن الانبوبه بتبقى صغيره فبيقعوا كلهم في الذكريات المنفيه. وبتاخد القلق الفكره وبتشغلها ورايلي بتبدا تستعد للمباراه وبتعمل خصله من شعرها احمر زي اورتيز وهي خارجه بتقابل صحابها واول ما بيشوفوها بيودوا وشهم الناحيه التانيه. فالمشاعر بيقولوا دي مجرد غيره مش اكتر. بيجي الفريق بتاعها واورتيز بتقول لها ايه الشعر الجامد ده كده انا وانتي هنبقى شبه بعض في الفريق. فبتقول لها رايلي مش عاوزك تتضايقي ان عملت شعر زي. فبتلاحظ اورتيز انها ما نامتش من امبارح فبتقول لها يلا عشان المباراه هتبدا. وبتقول القلق الحسد عشان المدربه تخلينا في الفريق محتاجين نسجل هدفين تخيلي بقى لو سجلنا 3. وبنرجع للمشاعر اللي بيكون قدامهم طريق طويل علشان يقدروا يوصلوا لشخصيه رايلي القديمه ولكن في الاخر بيقدروا يوصلوا لها والشخصيه الجديده لرايلي بتكتمل والقلق بتكون مبسوطه جدا لحد ما الشخصيه الجديده بتطلع صوت وبتقول انا مش مستعده. ورايلي قبل ما تدخل الملعب بتقف مكانها والقلق بتتصدم من اللي بتسمعه والمشاعر كلها بتخاف من اللي هيحصل والاحراج بيقرر اخيرا يعمل حاجه مفيده وبيروح يحرر الحزن وبتتسحب عشان تسحب فرح وباقي المشاعر ولكن القلق بتاخد بالها وبتكسر الجهاز اللي كان هيستدعيه والجهاز كله بيتكسر لحد ما بيقع على فرح والمشاعر ولكن ما بيحصل لهمش حاجه. وبتقول المشاعر لفرح ده كان الطريق الوحيد للرجوع هنعمل بقى ايه دلوقتي. ولكن فرح ما بتردش عليهم وبتسيبهم وبتمشي وبتكون شخصيه رايلي القديمه قربت تختفي ما بتعرفش تعمل ايه فبتفضل تعيط. فبتروح لها المشاعر وبتقول لها هنعمل ايه فبتقول لهم مش عارفه يمكن رايلي في مرحله مش محتاجانا فيها ويمكن برضو القلق تبقى صح ولكن الاكيد ان رايلي مش هترجع لطبيعتها غير لما نرجع ده للمقر. بتبدا المباراه وبتكون رايلي مركزه جدا وبيكون كل همها انها تسجل ال3 اهداف والقلق هي اللي بتكون متحكمه فيها. صاحبتها بتكون فاضيه ولكن رايلي بتأنن وبتجيب هي الهدف الاول والقلق بتقول كده فاضل لنا هدفين. وبيقول الغضب لباقي المشاعر انا عندي فكره ترجعنا المقر ولكن صدقوني هنندم عليها. وفعلا بينادي على بواتشي ودي الشنطه اللي مع الشخصيه الكرتونيه اللي شبه دوري وفعلا بيوصل والغضب بياخد منه ديناميت كتير. اشمئزاز بتقول له هنعمل بيه ايه احنا محتاجين حاجه زي طياره مثلا ولكن فرح بتقول لها انا عندي فكره بس هنحتاج ديناميت كتير. ساعتها بتكون صاحبه رايلي رايحه تجيب هدف ولكن رايلي بتزقها وبتجيب الهدف التاني وبتكون صاحبتها متضايقه جدا منها وبتكون رايلي قدامها هدف واحد بس عشان تنضم للفريق. وبتقرر فرح تفجر الذكريات المنفيه بالتالي المكان هينهار وياخدهم من المقر او بشكل اوضح لمكان الافكار. ولكن الاشمئزاز بتقول لها طب ما كده الذكريات السيئه هتتحول لحبال الذكريات. فرح ما بيكونش قدامها حل غير كده وفعلا بتفجر المكان. الذكريات بتفضل تحركهم لحد ما بيتوصلهم للافكار والذكريات السيئه بتبدا تتحول. ساعتها بتحاول رايلي تجيب الهدف الثالث ولكن في كل مره بتفشل لحد ما بتوقع واحده بالغلط والحكم بيطردها 5 دقايق والقلق بتخرج عن السيطره وبتتحرك بسرعه ناحيه الزراير. فبتجري المشاعر عشان تشيل شخصيه رايلي الجديده ولكن ما بيعرفوش. ساعتها رايلي بتبدا تنهار وجريس بتلاحظ اللي هي فيه وبتوصل فرح وباقي المشاعر للمقر وبيساعدوهم عشان
بيشيلوا الشخصيه، بالعكس انت كده بتزودي الضغط عليها. ولكن برضه ما بيعرفوش، فبتقدر فرح تروح للقلق وبتقول لها انت كده مش بتساعدي رايلي، وبتفضل تهدي فيها لحد ما بتسيب الزراير، وبيقدروا يشيلوا شخصيه القلق وبيحطوا الشخصيه القديمه. ولكن برضه ما بيحصلش اي حاجه، وبتتاسف القلق لفرح وبتقول لها انا كنت بحاول احميها. فبتفتكر فرح انهم كانوا بيحتفظوا بالذكريات الجميله بس، وكانوا بينفوا كل الذكريات الوحشه والمحرجه. فبتفهم ان الحياه عشان تكمل لازم يبقى فيها الحلو والوحش، والذكريات اللي بتبقى في الافكار بتتحول كلها لحبال. فبتجري فرح بسرعه وبتشيل الشخصيه القديمه، فبتتكون شخصيه جديده عباره عن كل اللي حصل لرايلي اذا كان حلو او وحش. وبكده رايلي بتبقى عندها وعي اكتر من الاول، والكل بيتجمع ناحيه الشخصيه الجديده وبيفضلوا حاضنينها علشان يطمنوا رايلي. ومره واحده بتيجي جريس وبري وبيقولوا لها انت كويسه، بتقول لهم لا، وبتعتذر لهم على كل اللي عملته معاهم، وبتقول لهم صدقوني كل ده كان غصب عني. وفعلا بيسامحوها وبيرجعوا صحاب من تاني، وبترجع الحياه لرايلي من جديد. والزراير بتنادي فرح عشان تتحكم في رايلي، وفعلا فرح بتبدا تلمس الزراير وبتتحول كلها للون الذهبي. وبتكمل رايلي المباراه كأن مفيش اي حاجه حصلت، وبيبقى كل همها انها تستمتع مع اصحابها مش اكتر. وتاني يوم بنشوف رايلي قاعده مع الفريق، وبتكون مستنيه المدربه تنزل قائمه الناس اللي بقوا في الفريق الاول. وبنشوف كمان المشاعر بعد ما الدنيا تعدلت وبقت احسن من الاول. والقلق بتفضل تقول لفرح لو ما تقابلناش في الفريق الاول هنخسر كل حاجه، وهنلعب رياضه احنا مش حابينها، ومش هيبقى لينا صحاب خالص. ولكن فرح بتهديها وكمان بتجيب لها كرسي للمساج، وبتقول لها ان كل ده مش هيحصل. وبيقرر الغضب يحتفظ ببواتشي، وبنعرف ان علاقه رايلي باصحابها رجعت احسن من الاول. وبتقول اورتيز لرايلي لو ما نجحتيش السنه دي فعادي، لسه قدامك السنه اللي جايه. وبنشوف رايلي واقفه قدام مرايه، ومره واحده بتطلع التليفون وشكلها كده اتقبلت في الفريق. وايوه هي اتقبلت في الفريق، وبتبص لنفسها بنظره فرحه وفخر. وللاسف لحد هنا بينتهي الفيلم. بيبدأ الفيلم باتنين صيادين على مركب في وسط البحر، وواحد فيهم بيقول للتاني هو احنا لازم نصطاد في المكان ده؟ فبيقول له انت خايف ولا ايه؟ فبيقول له لا، بس افرض لو الاساطير اللي بتتقال طلعت حقيقة. فبيقول له دي مجرد اشاعات علشان يبعدوا الصيادين عن اماكن السمك. بيرمي الشبكة وبيظهر كائن غريب وبيسرق شوية حاجات من المركب. بيشوفوا واحد من الصيادين فالكائن بيهرب بسرعة. وتحت المية بنشوف بطل الفيلم واللي بيكون اسمه لوكا، وبيقول مامتي هتقتلني لان السمك هرب. بيبدأ لوكا يجمع السمك كله وبياخدهم لمكان فيه عشبة علشان ياكله، وبيفضل هو قاعد على الصخرة دي وما بيعملش حاجة لحد ما بيشوف المنبه. في الاول ما بيكونش راضي يلمسه، ولكن في الاخر بيمسكه وبيخاف جدا اول ما بيرن. وبيلاقي كمان ورقة كوتشينة، فبينبهر من اللي بيشوفه جدا وبيكون نفسه يكتشف العالم اللي بيجيب الحاجات دي هنا. بيشوف لوكا مركب فبيجري على السمك وبيقول لهم وحوش الارض استخبوا بسرعة. وفعلا بيستخبوا تحت الصخرة دي. وبيفضل لوكا مركز مع المركب وبيتخيل انه خلاص هيطلع من المية، ولكن مامته بتناديه فبيفوق وبيخبي الحاجة اللي لقاها. وبيرجع للبيت ومامته بتقوله انت اتأخرت دقيقتين، انت شفت المركب؟ طب استخبيت منه؟ وحوش الارض بيقتلوا اللي زينا، فحاول تاخد بالك علشان ما يحصلكش حاجه. بيدخل لوكا وبيسلم على جدته وباباه. بيقعدوا كلهم علشان ياكلوا، ولكن بتساله جدته هو بيفكر في ايه. فبيقول لها مفيش، كنت بس بفكر هي المراكب دي بتيجي منين. فبتقول له من ارض الوحوش، هي قريبه من الشط. على فكره انا هزمت واحد قبل كده. بتزعق مامة لوكا وبتقول لهم بلاش الكلام في الحكايه دي. وبتقول للوكا السمكه الفضوليه سهل اصطيادها، وبتحذره يقرب من الشط او حتى يفكر في الموضوع. بيرجع لوكا للحاجات اللي خباها، ولكن بيلاقي وراه صياد، فبيخاف وبيفضل يجري لحد ما الصياد بيحاصره وبيقول له ما تخافش انا مش انسان، خد امسك ده. بيروح لوكا وراه وبيقول له هو انت عايش هنا؟ فبيقول له طبعا لا، انا بجمع حاجتي. وبيفضل لوكا ماشي وراه لانه ساب الرمح معاه وخد العصايه بتاعته. فبياخد منه الرمح وبيسحبه بره الميه، وبيتحول لوكا البشري وبيفضل يصرخ ويعيط. والكائن بيقول له خلصت؟ هي دي اول مره تتحول فيها ولا ايه؟ فبيقول له لوكا ايوه طبعا. فبيقول له طب اهدى واستمتع بالحياه الحقيقيه. وفعلا لوكا بيشوف الصخور والشجر والهواء الجميل، وبيبص على السحاب والطيور وبيكون مبهور من كل حاجه بيشوفها. فبيقول له ايه رايك بقى، مش كده احسن؟ فبيقول له لوكا لا طبعا، انا اساسا المفروض ما بقاش هنا. وبياخد العصايه بتاعته وبيرجع للبحر. وبيفضل لوكا طول الليل يفكر في اللي حصل. وتاني يوم بيعمل صخره على شكله وبيقول للسمك ده هيفضل مكاني لحد ما هرجع. وبيكون لوكا خلاص هيطلع، ولكن بيخاف وبيرجع وبيحاول تاني ولكن برضه بيخاف. فبيقول له الكائن ياه
ده كل ده خوف؟ تعالى ورايا. وبيبدأ يعلم لوكا المشي وبيقول له عرفك بنفسي، انا البرتو. وبيعرفه ان كل حاجة على الارض جميلة، زي مثلا الهواء والسماء والسحاب، وكل دول حاجات طبيعية، بس في بقى حاجات بشرية. وبيطلعوا البرتو لمكانه السري وبيوريه شوية حاجات، ولكن لوكا بيعجبه الصورة دي جدا، فبيسأل البرتو ايه دي؟ فبيقول له ده اعظم اختراع اخترعته البشرية واسمها الفيسبا، وبيعرفه انه ممكن يركبها ويلف بيها العالم كله. لوكا عينه بتلمع وبيتخيل نفسه راكبها وبيلف بيها العالم. بيفوق وبيقول لألبرتو طب ليه احنا ما نعملهاش؟ فبيقول له عندك حق، انا فعلا عندي كل حاجة محتاجها، ايه رأيك تبقى انت المساعد بتاعي؟ فبيقول له لا، انا لازم ارجع للبحر بسرعة. وبيودع ألبرتو والفيسبا للأبد. وبعد ساعة بنشوفهم بيعملوا في الفيسبا واخيرا بيخلصوها. بيفتكر لوكا انه لازم يرجع للبيت، فبياخدها جري لحد ما بيوصل، وبتوقفه مامته وبتقول له انت كنت فين؟ فبيقول لها انا كنت فبتقول لها جدة لوكا انا بعته يجيب لي خيار البحر. اليوم بيعدي تمام، وتاني يوم بيروح لوكا لألبرتو علشان يجربوا الفيسبا، فبيمسكوا ألبرتو الخشبة دي وبيقولوا ما تتحركش، وبيجري بسرعة بالفيسبا، ولكن قبل ما بيوصل للوكا بتتكسر وألبرتو بيقع في البحر. بيرجعوا علشان يعملوا واحدة تاني، ولكن برضه بتتكسر. وبتكتشف مامة لوكا الحجرة اللي حطتها مكانه. وعلى الناحية التانية أخيرا بيخلصوا الفيسبا، وبيقول ألبرتو لوكا أنا المرة دي مش هجرب الفيسبا لوحدي، تعالى ورايا. وبيجروا بالفيسبا وفعلا بيقدروا يطيروا المسافة عالية، والاتنين بيكونوا في منتهى السعادة. بيجي الليل وبيسأل لوكا ألبرتو هو ايه النور الصغير ده؟ فبيقول له دول أسماك صغيرة، والسمكة الكبيرة اللي هناك دي هي اللي بتحميهم. بينبهر لوكا جدا وبيشكر ألبرتو لأنه ما كانش هيعرف الكلام ده لولاه. وبيتخيل لوكا نفسه طاير في السماء وبيلمس السمكة الكبيرة اللي هي في الأساسا يعني القمر. بيصحى وبينصدم انه راح في النوم. بياخدها جري على البيت، ومامته وباباه بيكونوا مستنيينه وبيقولوا له ممكن تفهمنا ايه ده؟ وبتكون دي الحاجات اللي خباها لوكا. بيغلط وبيقول لهم ما تخافوش احنا بناخد بالنا كويس. فبيقولوا له انتم مين؟ فبيحكي لهم عن ألبرتو. بيقطع كلامهم سمكة شفافة شكلها غريب، فبيقول له بابا ده عمك اوغو، وبنعرف انه نوع من انواع السمك اللي بتعيش في اعماق المحيط. وبيحكي لوكا ان المكان هناك ما فيهوش غير حاجتين، جثث حيتان والضلمة. فبتقول له مامته انت هتفضل مع عمك في اعماق المحيط لحد اخر السنة. بيسيبهم لوكا وبيجري على ألبرتو وبيحكي له كل اللي حصل معاه. فبيقول له خلاص خليك معايا. فبيقول له طب ما هم طبعا هيطلعوا يجيبوني. فبيقول له طب ايه رأيك لو نروح المدينة؟ بتعجبه الفكرة جدا وبياخدوها عوم لحد المدينة. وألبرتو بيقول له اتصرف عادي محدش هنا هيشك فيه. واول ما لوكا بيشوف الصيادين بيخاف جدا، فبيهديه ألبرتو بيكملوا طريقهم. وبينبهر لوكا اول ما بيشوف المدينة واهلها، وبيخاف جدا اول ما بيشوف تماثيل وصور لصيد الوحوش. وبيقول لألبرتو احنا لازم نمشي من هنا بسرعة، ولكن بيتجمدوا مكانهم اول ما بيشوف الراجل ده راكب الفيسبا. وفي نفس الوقت طفل بيقول للوكا باص الكورة. لوكا بيشوط الكورة ولكن بتيجي في الفيسبا وبتوقعها. الراجل بيروح لهم وبيفضل يتريق على لبسهم وعلى ريحتهم اللي زي السمك، وبيصمم يرمي لوكا في النافورة علشان ريحته تبقى احسن. وبيخاف لوكا ان الماء تلمسه ويتحول لوحش، ولكن ساعتها بتيجي جوليا وبتدافع عنهم وبتاخدهم وبتمشي، وبتقول لهم انتوا جيتوا هنا علشان المسابقة؟ ما بيردوش عليها. فبتقول لهم محدش ما يعرفش مسابقة بورتروسو. ما بيردوش عليها فبتسيبهم وبتمشي. فبيقول لوكا لألبرتو احنا لازم نشترك في المسابقة علشان نقدر نجيب الفيسبا. فبيروح يسأل جوليا لو كسبنا في المسابقة هيدونا فيسبا؟ فبتقول لهم طبعا لا، هتاخدوا فلوس وساعتها ممكن تشتروا واحدة زي دي مثلا. واول ما بيشوفوها بيتجمدوا مكانهم وبيقولوا احنا لازم نكسب في المسابقة. فبترجع لهم جوليا تاني وبتقول لهم علشان تكسبوا لازم تهزموا اوركوليه، وده صاحب الفيسبا اللي خبطها لوكا، ومحدش هيهزمه غيري، مفهوم؟ ده طبعا غير ان المسابقة عبارة عن 3 مراحل صعبة، سباحة وسواقة عجل واكل مكرونة، عشان كده لازم تدوروا على فريق. فبتحايلوا عليها عشان يبقوا هما ال3 فريق. فبتوافق. بيبدأوا يتدربوا ولكن بتلاقيهم مش نافعين في اي حاجة، فبترفض تضمهم لفريقها. فبيقول لها لوكا انا اهلي عاوزين يبعتوني المكان وحش جدا. فبيصعب عليها وبتوافق، وبتقول له انت هتسوق العجلة وألبرتو هياكل مكرونة وانا هسبح. وبتقول لهم جوليا احنا محتاجين فلوس من والدي علشان نقدر نشارك في المسابقة. واول ما بيدخلوا على بابا جوليا بيلاقوه بيقطع سمك، فبيخافوا جدا وبيعرفهم انه بيخلص على اي حاجة بتعوم. وجوليا بتوريهم الوحش اللي قدروا يصوروه واللي بيكون هو اساسا ألبرتو. بابا جوليا بيقول لهم محدش هيخلص على الوحش ده غيري. لوكا بيتف المية في وش ألبرتو فبيتحول لوحش. لوكا بياخده تحت وبينشف له وشه. مين بقى اللي بتشوفهم؟ القطة دي بتبص لهم بنظرة انا شفت كل حاجة. المهم والد جوليا بيعمل لهم مكرونة بالاعشاب وبتعجبهم جدا. واول ما بيعرف انهم عاوزين يدخلوا المسابقة بيقول لجوليا انا مش عاوزك تزعلي زي السنة اللي فاتت. فبتقول له لا انا المرة دي هكسب لاني معايا
الفريق. فبيقول لها ماشي، بس انتم محتاجين فلوس واليومين دول مفيش سمك خالص. فبيقول له البرتو احنا ممكن نساعدك في الصيد. بيوافق يشغلهم معاه، وبتعرف جوليا ان هم ما عندهمش مكان يناموا فيه، فبتخليهم يناموا في بيت الشجره بتاعها. وبتطلع اهل لوكا من البحر علشان يدوروا عليه. وتاني يوم بيصحى لوكا وبيصرخ لان المطر بتكون حولتهم لشكلهم الطبيعي. بتصحى جوليا ولكن بيجروا بسرعه وبينشفوا نفسهم. مين بقى اللي بتشوف كل ده؟ القطه دي. بيجي والد جوليا وبيقول لهم استعدوا علشان هتيجوا معايا. وفعلا بيروحوا للبحر ولكن ما بيصطادوش غير سمكه واحده بس. والقطه بتهجم على لوكا وغصب عنه بيوقعها في الميه. بيجيبوها ولوكا بيديلها السمكه اللي اصطادوها، فبتحبه وما بتعملوش اي حاجه. بابا جوليا بيقول لهم السمك قليل قوي النهارده، فبيقولوا له علشان احنا مثلا فوق مبارة اسماك وبياخدوه لمكان السمك وبيقدروا يصطادوا سمك كتير. وبتنبسط جوليا جدا لانهم هيشتركوا في المسابقه. في الوقت ده بتوصل اهل لوكا للمدينه وبيبداوا يدوروا عليه. بتروح جوليا وباقي فريقها علشان يقدموا في المسابقه، ولكن ايركوليه بيجي وبياخد منهم فلوس المسابقه. فبيقول له لوكا انت خايف تقابلنا علشان مش هتعرف تكسبنا. فبيديله الفلوس وبيقول له هنشوف. وفعلا بيقدموا في المسابقه، والبرتو بياكل كل انواع المكرونه، ولوكا بيفضل يسوق العجله، وجوليا بتتدرب على السباحه. وبنرجع لاهل لوكا اللي بيشوطوا الكوره في الاطفال علشان يوقعوهم في النافوره ويعرفوا مين فيهم لوكا. وفعلا بيوقعوا كل الاطفال في النافوره ولكن برضه مش بيلاقوه. وبيشوفهم لوكا وبيحس ان دول اهله. بيحكي لالبرتو ولكن بيقول له ما تخافش، هم اساسا ما يعرفوش شكلك. وبتروح جوليا لوكا وبتقول له هنكسب المسابقه وهتجيبوا الفيسبا اللي نفسكوا فيها. هو انت صح عاوز الفيسبا ليه؟ فبيقول لها لوكا علشان انا والبرتو نلف بيها العالم كله وكل ليله ننام تحت نور السمك. بتضحك عليه وبتقول له انت اكيد عارف ان دول مش سمك. فبيقول لها اكيد سمك، البرتو قال لي كده. فبتاخده جوليا للميكروسكوب وبتعرفه ان دول نجوم، وبتفضل توري له حاجات عن الكواكب والمجره، وبتوري له كوكب زحل. وبيتخيل لوكا نفسه انه في الفضاء وشايف كل الكلام ده. وبتوري له جوليا كتب واختراعات كتير وبتقول له كل ده اتعلمته في المدرسه. فبيطلب لوكا منها يحتفظ بكتاب الكواكب ليله واحده بس. فبتكتب اسمه عليه وبتديله الكتاب للابد. وساعتها بيجي البرتو وبيتضايق جدا علشان لوكا قضى اليوم كله مع جوليا وسابه. وبيفضلوا هما الاتنين يتمرنوا ويتعلموا حاجات كتيره. والبرتو بيقرب اكتر لوالد جوليا، واهل لوكا بيفقدوا الامل ان هما يلاقوه. ولكن مره واحده بيسمعوا جوليا وهي بتقول اجري اسرع يا لوكا. بيجروا وراه ولكن لوكا بيعرف يهرب منهم. وبيتخانق البرتو مع جوليا وبيركب العجله مع لوكا وبياخدها جري لحد ما بيقعوا هما الاتنين في البحر. بيطلعوا وبيقولوا لوكا عملت كده ليه؟ فبيقول له زي ما بنعمل كل مره، ايه الجديد؟ فبيقول له لوكا بصراحه انا عاوز اروح المدرسه مع جوليا. البرتو بيتضايق علشان صاحبه هيسيبه ويمشي. فبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما بتيجي جوليا وبتفرح جدا علشان ما حصل لهمش حاجه. وبيقول لها لوكا ممكن نيجي معاك للمدرسه؟ فبتقول له طبعا ده خبر حلو جدا. فبيقول لها البرتو هي المدرسه دي بتقبل بكل انواع البشر؟ لوكا بيقول له اسكت، طب مثلا لو كانوا وحوش بحر؟ وبينط البرتو في البحر وبيتحول لوحش. جوليا بتخاف وبتصرخ، والبرتو بيقول له لوكا شفت ده اللي انا كنت قصده. ولكن لوكا هو كمان بيصرخ وبيعمل نفسه ما يعرفوش. البرتو بينصدم وايركوليه بيجي علشان يصطاده. وبيمشي البرتو وهو مصدوم من اللي عمله صاحبه. وبترجع جوليا ولوكا للبيت وباباها بيسألهم فين البرتو؟ فبيقولوا له مشي. فبيطلع علشان يدور عليه. وبتكتشف جوليا ان لوكا هو كمان وحش. وبتقول له ما بين كل المدن ما لقيتش غير المدينه دي تيجي فيها، اهرب بسرعه علشان والدي وكل اهل المدينه صيادين وحوش. وبيروح لوكا لالبرتو وبتاسف له ولكن ما بيقبلش اسفه. وبيسأله لوكا هي ايه العلامات اللي على الحيطه دي؟ فبيقول له انا بدات ارسمها لما والدي سابني ومشي. وبيعرف لوكا ان في كل الوقت ده البرتو كان عايش لوحده. بيعتذر له على اللي حصل ولكن البرتو بيزعق له وبيقول له امشي وسيبني لوحدي. وتاني يوم بيروح لوكا وبيطلب يقسم الفريق بتاعه، وبيلبس بدله من الحديد علشان الميه ما تلمسهوش. وفعلا بيبدا السباق ولوكا بيفضل ماشي تحت الميه. جوليا بتطلع اول واحده وبتجري علشان تاكل المكرونه، وبيطلع لوكا اخر واحد وبيقعد جنبها. ما بيكونش عارف ياكل بالشوكه فبتعلمه. بتخلص جوليا وبتجري على العجله، وايركوليه بيقول لصاحبه خلص بسرعه هتكسبنا. وبيخلص لوكا المكرونه وبياخد العجله وبيمشي. اهله بيكونوا عاوزين يوقفوه ولكن بيقول لهم انا لازم اكمل. وبتنبهر مامته لما بتشوف سرعته، وبيتريق ايركوليه على جوليا وبيسبقها. ولكن لوكا بيجي من وراه وبيعديه، وبيكون خلاص لوكا هيكسب ولكن الدنيا بتمطر. فبيضطر لوكا يقف في حته ما فيهاش ميه، وبيفقد الامل خلاص انه يكسب. وبيكون في منتهى الحزن. ولكن ساعتها بيجي البرتو وبيكون معاه شمسيه، ولكن ايركوليه بيزقه وبيوقعه في الارض. فبيتحول البرتو لوحش. الناس كلها بتخاف وايركوليه بيرمي عليه الشبكه. فبيجري لوكا في المطر وبيتحول هو كمان، وبياخد البرتو وراه على العجله وبيجروا علشان يكسبوا السباق. وبيكون ايركوليه هيرميهم بالرمح ولكن جوليا بتضحي بنفسها وبتخبطه
العجله وبتقع في الارض. فبيجري لوكا والبرتو علشان يطمنوا عليها، ولكن الصيادين بيحاصروهم وبيكونوا خلاص هيخلصوا عليهم. ولكن والد جوليا بيقول لهم دول مش وحوش، ده لوكا وده البرتو وهما اللي كسبوا في السباق. وفعلا بتكون عجلتهم عدت الخط، ولكن الصيادين ما بيقتنعوش. فوالد جوليا بيبص لهم كده فبيرجعوا. واصحاب اركولي اللي كان دايما بيهينهم بيرموه في النافوره وبيتريقوا عليه. ومامة لوكا بتقول له انا فخوره بيك جدا. بيحضنوا بعض وبيكسب لوكا والبرتو المسابقه، بياخدوا الكاس وبيكونوا في منتهى السعاده. واخيرا بيروحوا يشتروا الفسبه وبيفضلوا يلعبوا بيها وبيكونوا في منتهى السعاده. وجوليا بتقول لهم انا لازم احضر شنطتي علشان اروح المدرسه. لوكا بيزعل ولكن بتقول له هسيب لك شويه كتب. وتاني يوم بتودعهم جوليا علشان تركب القطر، ولوكا بيكون في منتهى الحزن وبيقول لالبرتو يلا عشان نصلح الفسبه. فبيقول له انا تقريبا بعتها، وبيديله تذكره القطر عشان يروح للمدرسه. لوكا بيودع اهله وبيقول لالبرتو يلا قبل ما القطر يتحرك، ولكن البرتو بيقول له انا قررت اقعد مع ابو جوليا، الراجل ده انا حبيته قوي. وبيديله الرسمه اللي رسموها سوا وبيحضنوا بعض وبيفضلوا يعيطوا. بيركب لوكا القطر وبيفضل يعيط علشان هيسيب البرتو، ولكن في نفس الوقت بيكون مبسوط علشان هيروح للمدرسه وهيتعلم حاجات كتير. وبعد مده بيبعت لوكا لالبرتو جواب وبيقول له صاحبي العزيز انت وحشتني جدا، انا النهارده جربت التلسكوب بتاع المدرسه وشفت حاجات كتير. وبنعرف ان البرتو بدا يتعود على حياته في المدينه. وطبعا البرتو بيشتغل مع والد جوليا وبيحاول يتعلم منه على قد ما يقدر، ولكن البرتو بيكون متضايق لانه ما بيتكلمش معاه كتير. فبيروح له وبيقول له انت اتاخرت على توصيل السمك. فبيقول له البرتو ما تخافش، ولكن بيفضل يرمي السمك والناس بتشتكي لوالد جوليا. وفي يوم بيحاول البرتو انه يطبخ ولكن ما ظنش ان هو عارف، وبيحاول البرتو انه يفرح والد جوليا. فبياخد المركب من وراه علشان يصطاد السمك، ولكن المصباح بيقع منه وبيحرق المركب. بيجي والد جوليا وبينصدم لما بيشوف المركب وبيكون متضايق من البرتو جدا لانه خد المركب من وراه. فبيقرر البرتو انه يسيبه ويمشي، ولكن ابو جوليا بيوقفه وبيقول له انت رايح فين؟ فبيقول له هستقيل لاني مش عارف اشتغل ولا حتى اقرب منك. فبيقول له لا مش هتمشي. فبيقول له ليه مهتم وانت حتى ما بتتكلمش معايا؟ فبيوقفه ولكن بالغلط البرتو بيقول له يا بابا. بيحضنوا بعض وبيصلحوا المركب سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض طول الوقت. وللاسف لحد هنا بيخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم بقط اسمه جارفيلد وبيقول له بابا مش هتأخر عليك، وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف جارفيلد وهو خايف من كل حاجة حواليه، وبيكون طول الوقت ده مستني باباه لحد ما بيشم ريحة أكل جميلة. بيبص على المطعم وبيشوف الأكل وبيكون جعان جدا، وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل للمطعم. في الوقت ده بنشوف شخص قاعد وبياكل بيتزا، وبنعرف إنه اسمه جون. وبيحس جون بالوحدة وبيفضل يتفرج على عائلات وهي بتلعب سوا، وبيكون ساعتها في منتهى الحزن. بيروح له جارفيلد وبيلمح له إنه بيدخلوا جون جوه المطعم من غير ما حد ياخد باله، وجارفيلد بياكل البيتزا بتاعته كلها. فبيضطر جون يطلب له لازانيا، ولكن جارفيلد بيشاور له على الحجم العائلي. وبيفضل جارفيلد ياكل في اكل الناس لحد ما جون بياخده وبيطلعه بره، وبيقول له اظن كده انك شبعت ودلوقتي جه الوقت ان اسيبك وامشي، بس اوعدك اني هشوفك كل فتره. فبيفضل جارفيلد يعيط، فبيصعب على جون فبيقرر ياخده معاه للبيت. وبنرجع للوقت الحالي وبيقول لنا جارفيلد انا اللي اتبنيت جون وسمحت له انه يجيب البتاع ده كمان، واللي بيكون اسمه اودي دراع جارفيلد اليمين لانه بيرضى باي حاجه بيديها له. وبيكبروا هما الثلاثه مع بعض وبيكونوا في منتهى السعاده. وجارفيلد بيكون بيحب حياته كلها ما عدا يوم الاثنين لانه بيروح للدكتور اللي متابع وزنه. وانتم زي ما شايفين جارفيلد بيحب الاكل جدا وياما كسر الميزان بتاع الدكتور. وبنلاحظ ان جارفيلد بيحب جون جدا لدرجه ان جارفيلد هو اللي بيوديه للسرير بتاعه. وفي عز الليل بيصحى جارفيلد لانه كالعاده بيكون جعان. بيروح يصحي اودي وبيجروا على الثلاجه، ولكن بيسمعوا صوت غريب وبيظهر لهم كلبين شكلهم مخيف جدا. ولكن جارفيلد ما بيكونش خايف منهم لانه بيكون متاكد انه بيحلم. ولكن الكلبين بيخطفوهم وبيودوهم لمخزن مهجور وبيربطوهم بالحبال في وسط المخزن، وبيكونوا هما الاتنين خايفين ومش عارفين يعملوا ايه لحد ما بيظهر شخص غريب وبيفكهم وبيقول لهم احنا لازم نهرب من هنا بسرعه. واول ما جارفيلد بيشيل اللبس بتاع الشخص ده بينصدم جدا، وبيعرف اودي ان ده فاك واللي بيكون باباه. وبيحاول باباه يصالحه ولكن جارفيلد بيقول له هو انت عملت حاجه؟ ده انت مجرد رميتني في الشارع وانا عيل صغير. بتقطع كلامهم القطه دي واللي بتفضل تضحك علشان خضتهم. وبنعرف ان اسمها جينكس، وبيستغرب جارفيلد جدا من اللي بيحصل وبيسالها هي ليه خطفتهم. فبتبدا تحكي لهم عن نفسها وانها كانت قطه متربيه في الشوارع لحد ما قابلت فاك وعصابته فقررت تنضم لهم. وفي يوم كانوا بيسرقوا اللبن من واحده من مزارع اللاكتوز، ولكن بتيجي الشرطه وبتقبض عليها وبتعرفنا انها عاشت اسوأ ايام حياتها في
في السجن لحد ما قابلت الكلبين دول وعملوا عصابة وهربوا من السجن وبدأوا حياة من جديد. وبنرجع تاني وبتقول لجارفيلد انا اول ما عرفت انك ابن فاك خطفتك علشان اجيبه هنا. فبيقول لها جارفيلد طب انت عاوزة ايه عشان تسيبينا نمشي؟ فبتقول لهم لتر لبن لكل يوم قضيته في السجن. جارفيلد بيحسبها بيطلعوا 1675 لتر من اللبن. فبيقول لها فاك ازاي انت شايفاني جاموسة ولا ايه؟ فبتقول له مش كده وبس، لا ده انا عاوزاها من مزرعة اللاكتوز اللي كنا عاوزين نسرقها زمان. فبيقول له جارفيلد مع نفسك انت بقى. فبتقول له جانكس انت رايح فين؟ انا عارفه المشاكل اللي ما بينكم، عشان كده انتم الاتنين اللي هتعملوا المهمه دي. بيضطروا يوافقوا عشان ما يموتوش. بيطلعوا بره وبيقول جارفيلد اكيد النهارده يوم الاتنين، بص احنا هنجيب اللبن ومش عاوز اشوفك تاني. فبيقول له تمام بس مش عاوزك تخاف. فبيقول له طب هنروح لمزرعه اللاكتوز دي ازاي؟ دي في الارياف. فبيقول له عمرك نطيت جوه قطر قبل كده؟ وفعلا بينطوا كلهم جوه القطر. وساعتها بيصحى جون ومش بيلاقي جارفيلد ولا اودي. وبنشوف فاك وهو بيقول انا لازم اتصرف بسرعه، جارفيلد هيروح مني. ولكن بيطمن اول لما بيشوف الطوق في رقبه جارفيلد. فبيروح له وبيقول له انت محظوظ لانك معايا. فبيقول له يا فرحتي. فبيقول له بتكلم جد، انت هتستفاد حاجات كتير جدا من المهمه دي. ولكن جارفيلد بيفضل يتريق عليه علشان سابه وهرب وهو لسه صغير. وبيكون جارفيلد عاوز يخلص من المهمه دي باي شكل. بيوصلوا للمحطه وبينزلوا كلهم من القطر وبيروحوا للمزرعه اللي بيكون فيها احتفال. وبينصدموا لما بيشوفوا المكان وهو متأمن كويس جدا. وبيشوف جارفيلد الطور الضخم اللي صورته على مزرعة اللاكتوز. بيروح له وبيقول له انا من اشد معجبينك يا فنان، انا واصحابي كنا عاوزين مساعدتك. فبيقول له انت من معجبيني، طب غني الاغنية بتاعتي. فبيقول كلام ملهوش اي لازمة. فبيضربه وبيقول له دي مش اغنيتي. ومجرد ما اوتو بيشوف البقرة اللي في المزرعة اللي قصاده بيحزن جدا وبيسيب جارفيلد وبيمشي. فبيروح لاودي وبيحاول يواسيه. فبيروح له جارفيلد وبيقول له هي دي حبيبتك؟ فبيقول لهم ايوه واسمها اسل. وبيحكي لهم ان من مدة قريبة المزرعة كانت هتفلس، عشان كده خرجوني من المزرعة وسابوها هي علشان تلعب مع الاطفال. وبيكمل اوتو كلامه وبيعرفهم انه حاول يهربها اكتر من مرة، ولكن في كل مرة الموضوع بيفشل. فبيستغل جارفيلد الفرصة وبيقول له هنهرب لك اسل مقابل تعرفنا هنخش جوه ازاي. فبيوافق اوتو وبيعرفهم مخطط لشكل المزرعة، وكمان بيعرفهم مكان اسل ومكان عربية اللبن. وبيدي لكل واحد فيهم دور يعمله ما عدا جارفيلد اللي بيديله دور حيوان ميت. فبيتضايق جارفيلد وبيقول له اديله دور حد عايش. فبيقول له لا. فبيفضل جارفيلد يشتم في الحيوان لحد ما الحيوان بيصحى وبيضربه. ساعتها جون بيكون منهار ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم بيفضل اوتو يديهم شويه نصايح علشان يقدروا يخشوا جوه المزرعه. وبيقول لهم انتم لازما تتوقعوا اللي محدش يتوقعه. وبيفضل يدربهم لحد ما بيجيبوا اخرهم. بيقعدوا هما الاتنين تحت الشجره دي وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. فبيضطر اودي يربطهم هما الاتنين في الشجره علشان يبطلوا خناق. وبيقول له جارفيلد انت ليه سبتني في الشارع ومشيت مع اني بجد كنت محتاج لك؟ فبيقول له انت مش فاهم حاجه، كل ده كان غصب عني. فبيقول له طب فهمني، كالعاده ما عندكش كلام تقوله. لا وكمان بعد كل السنين دي راجع تورطني مع شويه مجرمين، ما كفكش انك رميتني في الشارع؟ فبيقول له صدقني انا ما رميتكش. وبيبدا يحكي له اللي حصل وبيقول له كنت حاضنك وقاعد في الشارع لحد ما انت جوعت. ساعتها انا شفت محل سمك ورحت ناحيته، ولكن صاحبه المحل جريت ورانا وكانت هتضربنا. ورحنا لعربيه اكل ولكن كان في كلب هناك وهجم علينا. فخدتك ودخلنا جوه شارع وسبتك وقلت لك مش هتاخر عليك. وقتها شفت مطعم وكان في واحد بيرمي الزباله، ففضلت مستنيه علشان يدخل. ولما دخل جبت لك سمكه من الزباله، ولكن لما رجعت لك ما لقيتكش في مكانك. ساعتها شفتك مع جون بتاكل ومبسوط، فقررت اسيبك واكيد حياتك معاه هتبقى احسن مني. بنرجع تاني وبيقول له جارفيلد انا كل ده كنت فاهم غلط، طب ليه ما زرتنيش طول الفترة دي؟ فبيقولوا ده انا ياما زرتك ولكن بلاقيك مبسوط فبسيبك وبمشي. ساعتها بيروح لهم اوتو وبيقول لهم انتوا جاهزين للمهمة بس بعد 17 سنة، ولكن احنا فاضل لنا 24 ساعة عشان كده مبروك عليكم. وبنشوف مساعدين جانكس وهم بيراقبوهم من بعيد وبيروحوا لجانكس وبيعرفوها انهم بقوا جاهزين علشان يعملوا المهمة. فبتروح تتصل بمزرعة اللاكتوز وبتقول لهم ان في عملية سرقة هتحصل بكرة الصبح، ولكن العاملة بتسمع صوت نونوة مش اكتر. فبتيجي رئيسة الامن وبتشغل مترجم الحيوانات وبتفهم الكلام. بتدخل مكتبها وبتبدأ تستعد وبيبان عليها انها شخصية شريرة ومرعبة. وتاني يوم بيراجع اوتو الخطة معاهم وبيديلهم سماعات على شكل بندق علشان يتواصلوا بيها مع بعض. وبيفضل اوتو يفكر ازاي هيدخلهم لحد ما بيشوف طفل لابس شنطة على شكل باندا. فبتجيله فكرة وفعلا جارفيلد وفاك واودي بيدخلوا جوه شنط الاطفال من غير ما حد ياخد باله. وبيتواصل اوتو معاهم وبيقول لهم ان اوضة الكهرباء على شمالكم.
وفعلا بيدخلوها، ولكن بيبقى ميعاد استراحة العمال، فبيعملوا نفسهم عامل نظافة وبيستنوا لحد لما العمال يخلصوا، وبيدخلوا جوه فتحة التهوية اللي بتاخدهم وبتفرقهم عن بعض، وبتفضل تنقلهم من مكان للتاني لحد ما بتوديهم لخط الانتاج والتعبئة. وبيكون طول الوقت ده اوتو بيكلمهم وبيقول لهم امشوا من المكان ده بسرعة، ولكن بيكون الوقت فات ورئيسة الامن بتشوف جارفيلد في الكاميرات، ومرة واحدة بيقع جارفيلد على قالب جبنة عملاق وبيفضل ياكل فيه وهو مبسوط، ولكن القالب بياخده وبيرميه في جهاز البشر، وبيكون ساعتها خايف جدا ومش عارف يعمل ايه، فبيروح لاودي وبيقدر يلحقه، ولكن بيتفرقوا عن بعض، وجارفيلد بيدخل المكان اللي بيتسيح فيه الجبنة، وبيفضل جارفيلد يتنقل من قالب لقالب علشان يهرب، ولكن اودي بيدخل وبيلحقه في اخر لحظة، ولكن بيقع على قالب زبدة والسكاكين بتفضل تقطع في القالب، وجارفيلد بيحاول يهرب ولكن ما بيعرفش لان السكاكين بتكون سريعة جدا، وكالعادة بيروح لاودي علشان يلحقه، ولكن ما بيعرفش ينقذه، وبيفضلوا هما الاتنين يجروا من السكاكين. بيشوفهم فاك من بعيد وبيكون خايف عليهم جدا، فبيجري بسرعة وبيلحقهم. التلاتة بيكونوا مصدومين من اللي حصل، وبيشكر جارفيلد والده علشان انقذه، وبيجروا بسرعة هما التلاتة وبيروحوا لمكان العربية، ولكن بينصدموا لما بيلاقوش المفاتيح في مكانها. ساعتها بتطلع لهم رئيسة الامن وبتقول لهم انتوا بتدوروا على ده، على اخر الزمن شوية قطط زيكم يسرقوني انا. فبيهجم جارفيلد عليها، ولكن بتبقى قوية جدا وبتربطه، وبتجري ورا فاك واودي علشان تربطهم هما كمان. فبيستغل جارفيلد الفرصة وبيكلم اوتو وبيحكي له كل اللي حصل، واول ما جارفيلد بيوصف له شكلها اوتو بيفتكر اللي عملته معاه زمان، وبيقول لجارفيلد حاول تجيب المفاتيح وانا هشغلها عنكم. وفعلا جارفيلد بيضربها وبياخد منها المفاتيح، وبيكونوا خلاص هيهربوا، ولكن بتكهربهم وبتاخد المفاتيح تاني، والانذار بيضرب لان اوتو حاول يدخل المزرعة. ساعتها فاك بيعتذر لجارفيلد على اللي هو هيعمله، وبيزقه هو واودي على رئيسة الامن، وبياخد المفاتيح وبيقفل عليهم الباب، وبيروح هو يركب عربية اللبن، وبيقول له جارفيلد ما تسيبنيش تاني. ما بيتأثرش وبياخد العربية وبيمشي، وبيتصدم جارفيلد من اللي حصل لان فاك اتخلى عنه للمرة التانية، وبيكسر فاك السور وبيخرج بره المزرعة. ولما اوتو بيدخل جوه المزرعة بيقابل اسل، ولما بيجي يقرب منها بتيجي رئيسة الحرس وبتكهربه، وبتخلي حراسها يجروا وراه في الغابة. اما جارفيلد واودي البلدية بتقبض عليهم وبترميهم في العربية. وعلى الناحية التانية فاك بيسوق عربية اللبن بسرعة، وبيقابل جانكس وعصابتها على الطريق، وبيقول لها عربية اللبن عندك اهي، واظن كده ان الاتفاق اللي ما بيننا انتهى. فبتقول له انت فاكر ان عاوزة العربية في حاجة؟ انا كل اللي انا عاوزاه اشوفك في السجن بتتعذب زي ما انا اتعذبت. وبتؤمر جانكس المساعدين بتوعها يقبضوا عليه. وبنرجع لجارفيلد اللي بيكون في منتهى الصدمة من اللي عمله فاك، وبيقول لاودي ده انا افتكرت انه اتغير. وبتطلع كل القطط اللي مع جارفيلد في السجن عارفة فاك لانه كان رئيس العصابة بتاعتهم زمان. وواحد من القطط بيقول له فاك كان بيسيبنا في نص المهمة علشان يروح يشوف ابنه، ولكن كل اللي كان بيعمله انه يروح يراقبه من على الشجرة ويشوفه وهو قاعد بياكل. وفي كل مرة بيروح فيها بيسيب علامة على الشجرة، وبيعرفوه ان ابنه كان اغلى حاجة عنده. فبيقول لهم مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس كل ده كان كذب. ساعتها بيجي اودي ولكن مش لوحده، بيبقى معاه جون، والحارسة بتقول له انت متأكد انه ده القط بتاعك؟ فبيوريها الطوق اللي حوالين رقبته، وبيستغرب جارفيلد لما بيشوف الطوق لانه تخين والطوق ما كانش باين. بيرجعوا للبيت وبيرجع جارفيلد للاكل والانتخه من تاني، وبيكون ساعتها في منتهى السعاده، وجون بيعملوا لازانيا كتير علشان يعوضوا عن الايام اللي فاتت. ولكن قبل ما ياكل بيشوف الشجره قدامه، وبيفتكر كلام القطط لما قالوا له ان فاك كان بيراقبك من على الشجره. بيسيب جارفيلد الاكل وبيروح للشجره، ولما بيجي يطلع بيشوف العلامات اللي والده كان بيعملها في كل مره كان بيزوره فيها، وبيفهم ان والده كان فعلا دايما بيزوره وطول الوقت كان جنبه. بيروح لاودي وبيقول له والدي كان بيحبني، بس لو بيحبني ليه سابنا نتمسك في المزرعه؟ بيركز شويه وبيفهم انه كان قاصد ان هما يتمسكوا علشان كان متاكد ان جانكس ما كانش هتسيبهم في حالهم، اما هما البلديه هترجعهم تاني لجون. وبيقرر جارفيلد انه يرجع وينقذ والده، وفعلا بيروح هو واودي للمخزن اللي كانوا فيه، وبيشوف خطط جانكس الشريره، وبيعرف ان جانكس هتاخد فاك معاها للقط وهترميه من فوق الكوبري. وبيفضلوا يفكروا هيعملوا ايه او يكلموا مين يساعدهم، لحد ما اودي بيطلع حبه البندق اللي اوتو اداها لهم. بيحاولوا يكلموه وفعلا بيرد عليهم وكمان بيوافق يساعدهم. ساعتها فاك بيكون مربوط في القطر، وبتكون جانكس والمساعدين بتوعها محاصرينه. وبنرجع لجارفيلد اللي بيتفق مع اوتو ان هينط جوه القطر وهيروح لفاك وهيهربوا من المكان بسرعه. وبيجهز اودي شبكه تحت القطر علشان جارفيلد ينزل عليها لما يجي يهرب. وبيطلب جارفيلد اكل من المطعم كتير جدا، واول ما القطر بيقرب اوتو بيسيب الغصن، وبيفضل جارفيلد يترمي من مكان لمكان لحد ما بيدخل جوه القطر وبيخبط جانكس بالعصابه بتاعتها، وبيحاول يفك الحبل بتاع فاك
ولكن جينكس بتهجم عليه بالفاس، فبيستغل جارفيلد الفرصة وبيخليها تقطع الحبل بتاع فاك، وبيطلع جارفيلد وفاك فوق القطر وبيجروا بسرعة علشان يوصلوا لآخر عربية في القطر، ولكن للأسف بيقدروا مساعدين جينكس يحاصروهم. ساعتها بيوصل الأكل اللي جارفيلد طلبه، وبيطلع جارفيلد فوق الطلبات وبيستخدم كرات اللحم وبيهجم بيها على واحد من مساعدين جينكس، وكمان بيستخدم الخضار وبيوقع التاني، وبيجري هو وفاك علشان يروحوا لآخر عربية، ولكن واحد من مساعدين جينكس بيقدر يمسك فاك، فبيرش جارفيلد في عينه شطة، وبياكل جارفيلد برطمان الشطة كله، وبيخرج نار كتير من بقه وبيخوفهم، وبيقول لفاك هو في حاجة غريبة في وشي، وبيستغل الحبل اللي جنبه وبيقدروا يوصلوا لآخر عربية في القطر، وبيكون جارفيلد هيقع ولكن فاك بيمسكه في آخر لحظة، ولكن بيلاقوا جينكس وعصابتها وراهم، فبينط جارفيلد على الشبكة اللي عملها اودي، ولكن الشبكة بتبقى مشدودة جدا، فبترجعهم لفوق وبتوديهم للقطر تاني، وبتفرح جينكس جدا ان هم رجعوا تاني، وبتروح لهم هي والمساعدين بتوعها اللي بيمسكوهم وبيكونوا هيرموهم من فوق القطر، وبيعتذر جارفيلد لوالده علشان ما قدرش ينقذه، فبيقول له كل ده مش مهم، المهم انك هتبقى جنبي في اخر لحظات حياتي، وكل ده مساعدين جينكس سامعينه، بيتأثروا جدا، وبتقول لهم جينكس ارموهم هنا، ولكن ما بيرضوش يرموهم، وبيقولوا لها احنا من دلوقتي مش تحت امري، فبتفضل تتريق عليهم وبتقول لهم انتم اغبياء، وبتهجم عليهم وبتوقعهم كلهم من على القطر، وهي كمان بتخبط في الحديده وبتقع وراهم، وقبل ما جارفيلد واللي معاه يوصلوا للارض بينقذهم اوتو على اخر لحظه، وكمان بينقذ جينكس معاهم، وبيقعوا كلهم فوق الشبكه اللي عملها اودي، وبينبسطوا كلهم لانهم لسه عايشين، وبيقول لهم اوتو اظن ان كده كله تمام، ولكن جارفيلد بيقول له لسه في حاجه كمان، وبتنكروا على شكل انسان، وبيرجعوا عربيه اللبن لرئيسه الامن مقابل انها تديهم اسم، وكانوا بيتكلموا معاها من على تطبيق الاصوات اللي على التليفون، وكمان بيدوا لها جينكس ومفاتيح العربيه، وطبعا رئيسه الامن بتفرح انها قبضت على القطه اللي خططت لكل ده، وبتروح اسل لاوتو اللي بيفرح جدا لما بيشوفها وبيحضنها، وتاني يوم بيرجع جارفيلد واودي للبيت، وبيعتذر فاك لجارفيلد على انه ورطه معاه في كل ده، فبيفضلوا يتحايلوا عليه عشان يعيش معاهم، ولكن فاك بيلاحظ ان هما مش متمسكين بيه، فبيرفض وبيودعهم وبيسيبهم وبيمشي، ولما جارفيلد واودي بيدخلوا للبيت، وطبعا بيفرح جارفيلد جدا ان هما رجعوا تاني، ولكن ساعتها جارفيلد بيحس بالذنب بسبب اللي عمله مع والده، وبالذات لما بيفتكر كل اللي عمله علشان، فبيجري بسرعه علشان يدور عليه، ولما ما بيلاقيهوش بيفهم انه على الشجره، بيروح له وبيحضنه وبيقول له انا مش هقدر اعيش تاني من غيرك، وبياخده معاه للبيت، وبنشوفهم كلهم قاعدين على السفره، وبيتفاجئ فاك لما بيعرف ان جارفيلد بيعرف يطبخ او تقريبا بيعرف يطبخ، فبيقول له جارفيلد اهم حاجه ظبطه الملح، وبيبقى هو وجارفيلد نسخه من بعض، وبيعيشوا كلهم حياه سعيده. وللاسف لحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد.